حضرتك تشتغل عندي؟ اتفضل يا استاذ، المعلم جوه. شايف النبي كنت بحسبه راجل عادي. يطلع مجرم وقتل وتلت. صحيح يا اخوانا، اتقي شر من احد. انما الكلى شدت عليا قوي ده وانا في حاجه جابتني الارض. الله، رايح فين؟ استنى. يا سلام، ادي العز. هي دي النوم ولا بلاش؟ ناس عايشه. عبدو. نعم. تعال افتح كابينه 3 بسرعه. حاضر. مساء الخير. عرضك بلاش فضايح. اهدي، اعملي معروف. اهدي، امسكي اعصابك. امال انت مين؟ انا عبد من عباد الله. حرامي؟ معقول حرامي في وسط الميه؟ ثم حصر ايه والكابينه فاضيه بتنش. الموضوع استهانم وما فيه. انا لازم اسلمك لقبطان المركب. استهانم عليك، ما صحش. انا شاب محترم وابن ناس، ثم ان الموضوع ما فيه. مفيش شاب محترم يطلع من تحت السرير. ازاي؟ ده كل الشبان المحترمين بيطلعوا الايام دي من تحت السراير، وده الناس طيبين قوي بيطلعوا من تحت السراير. ثم ان مساله فوق السرير تحت السرير دي مساله ظروف مالهاش علاقه بالاحترام. الموضوع ما فيه. مش عايز اسمع منك ولا كلمه، ولو نطقت بكلمه واحده هسلمك لقبطان المركب، فاهم؟ اتفضل اطلع بره. انت واقف متنح كده ليه؟ ما تنطق، في ايه؟ مش سعادتك قلت لي ما تنطقش؟ وديني بقول لك انطق. لا، ما انا كمان ليا شخصيتي، وفي موقف زي ده لازم حضرتك تحددي وبكل وضوح انطق ولا ما انطقش. في ايه؟ خلصني. ممكن اخد شنطتي من تحت السرير؟ اتفضل خدها وخلصني. انما انت هتنامي لوحدك على سريرين؟ اتفضل بره. اصل الموضوع ما فيه. قلت لك بره. لوحدك على سريرين؟ ده افتراء، والله العظيم افتراء. هو في ايه لا مؤاخذة؟ عادي العشاء. والله جه في وقته. الجماعة بتوع المركب دول ما بينسوش حاجة أبدا. يلا يلا قوموا اتعشوا. انت تاني؟ ايه انت تاني دي؟ هلا بلاش اتعشى انا ولا ايه؟
تؤمر بيه يا سعاده البيت؟ هو مش المهم امر بايه، المهم انتوا حاجاتكم كويسه ولا اي كلام يعني؟ لا يا فندم، باذن الله هكون مبسوط. تسمع التذكره؟ تذكره ايه؟ احنا في اتوبيس؟ هو انت جرسون ولا كمساري؟ سعادتك فهمني غلط. معقول فاكر ان انا راكب سفلاء؟ الناس دي عليها حاجات ما بتعرفش تتعامل مع الشخصيات المحترمه ازاي. حقيقي. انت مالكش اكل عندنا هنا؟ ماليش اكل هنا؟ امال ايه اكل فين؟ هنديها تساؤل على المركب يعني ولا ايه؟ هنا درجه اولى وبس، انت مالكش اكل على المركب هنا. اتفضل ما تعطلناش، اتفضل بره، اتفضل. رمية التذكرة دي يعني ممكن تضيعها. المواصلات بقت زي الزفت. اتفضل يا استاذ. طيب حاضر. الواحد يركب ايه بقى؟ مش عارف. مش عايز اي خدمة، اي خدمة على المركب انا تحت امرك. حقيقي يعني. اي سندوتش اي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. اتفضل. محدش مستريح في الزمان ده غير بتوع الدرجة الأولى. حط شوية ملح هنا. يا بني آدم. الله، راحت فين الحاجة؟ في عفاريت هنا؟ شوف بقى، حركات العيال دي انا ما احبهاش. قصدك ايه؟ قصدي كل واحد طبق ما لاقوش يا بني ادم. انت اتجننت؟ اتجننت ولا كيسك اللي اتجنن؟ ايه؟ النبي عايزين عيش يا عم الريس. عيش تشكر اخويا ربنا يخليك. اتفضل معانا يا جدع. مد ايدك ما تتكسفش، احنا جدعان قوي. انت صدقت. تلعبوا ايه؟ تلعبوا ايه؟ صباح الخير. زعلها وحش قوي الست دي. سر قبطان وطاقم الذاكرة أن يرحب بكم ويقدمون لكم هذا الحفل احتفالا بكم، ونرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا. ودلوقتي نبدأ المسابقة. المسابقة يا جماعة بين 4 ركاب. ها، مين يحب يشترك معانا؟ طب يعني اللي هيشترك يرفع ايده فوق كده. طب اوكي اللي هختاره منكم يجيني هنا ويجيب كرسي معاه، ماشي؟ اتفضلي حضرتك. اتفضلي. ايوه اتفضل حضرتك. اتفضل يا استاذ. مين تاني؟ طب اتفضل سيادتك. اتفضل. اتفضلي حضرتك. بس كفايه كده قوي. ودلوقتي اسمحوا لي اشرح لكم المسابقه. كل واحد من الساده المشتركين هياخد بالونه ومنفاخ، وكل واحد هيقعد على المنفاخ ويحاول ينفخ البالونه، واللي بالونته هتفرقع الاول هياخد جايزه المسابقه. بسرعه لو سمحتوا، بسرعه. ايوه. ها
ها يا جماعة، ايه جاهزين؟ كله تمام؟ هنبدأ. يلا 3 2 1 0. كراسي لو سمحتوا، كراسي. طب كفايه كده والف مبروك يا سيدي. هنا اقدم لكم الفايز الاول. اسمح لي دلوقتي اقدم لك الجايزه الاولى، بالونه بدل اللي اتفرقعت. والآن نترككم مع أنغام الموسيقى. كنت كويس أنا مش كده؟ ها؟ طب قولي لي مبروك، احسنت يا استاذ. هايل يا كابتن. انا مش لسه واخد بطوله البحر الابيض قدامك؟ تكونش حضرتك فاكر انك اشتركت في الاولمبياد؟ اكتر، ده انا مفرقع بيرونها بحالها والواحد. ايوه كده فكيها. احبكها قوي كده ليه؟ مفيش حاجه في الدنيا دي كلها مستاهله. وبعدين انت عايز ايه بالظبط؟ نفسي تديني فرصه، اصل موضوع ما فيه تاني. ما قلت لك مش عايز اسمع حاجه عشان ضميري يستريح. طيب اتفضل قول. اصل انا ست هانم راجل ابن ناس، انما بالنسبه لظروف الماليه مش ابن ناس قوي يعني. فانا التذكره بتاعتي اصلها على السطح، واخده بال حضرتك. فلاقي واحد صاحبي بيشتغل في المينا قال لي الكابينه بتاعتك واخده بالك فاضيه والمركب هتقوم، ما تروح تنام فيها. قلت له اوكي. دخلت الكابينه ولسه هحط دماغي وهتقلت في النومه بقى. جيت حضرتك. رحت انت نازل تحت السرير؟ ما لقيتش حته تانية استخبى فيها. طب ونمت ازاي الليله اللي فاتت؟ نمت هنا على السطح في الهواء الطلق. ياه، ده انت تاخد برد كده. ده احنا عيال بقى ولاد بلد متربيه في حواري وصحتنا تسلك في الحديد، امال ايه؟ شفت ازاي بقى انك خدت برد؟ لا ده شويه سل خفيف كده ما يهمكيش. دي اول مره تسافر على مركب؟ لا انا سافرت اصلي مرتين وانا طالب، ودلوقتي بقى خدت البكالوريوس وخارج اجرب حظي. تفتكر يعني هتلاقي شغل بسهوله؟ والله بقى بسهوله بصعوبه ما تفرقش معايا، المهم ان انا مصمم على النجاح. ثقتك في نفسك كبيره. يعني انت مش زعلانه مني؟ يهمك تعرف. طب ما هو اصل لو ما كانش يهمني اعرف ما كنتش اتنازل عليك عشان اكلمك واشرح لي كل حاجه. المره دي جت سليمه، بس اوعى بقى تعملها تاني. معقوله كل شويه اقعد انطلق بقى ولا ايه؟ طبعا اذنك اروح ارتاح شويه لحسن المركب هتوصل الصبح بدري. مع السلامه يا فندم. انا هكون في الاوتيل ده لمده يومين، لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. متشكر قوي، حقيقي متشكر قوي. والله ظريفه قوي الست دي. الو. اكسكيوز مي مدام، فين الريسبشن؟ في ايه؟ انا كنت نايم في اسد النومه، لقيت الباب بيخبط، قلت مين؟
البوليس. قلت يا لهوي انا ما نخبس البوليس ده ليه؟ وكنتوا في مصر كنتوا كل ليله نباتوا في التخسيبه كراكون بولاك، وده على سنه على الخمره بتاعنا مخصوص، والله ولا مخصوص ولا حاجه. يا اخينا البوليس جه وصحاك وعايزك، انا مالي انا؟ البوليس مش عايز انا يا مدام، البوليس عايزك انت يا مدام. انا؟ Classe, oggi mi lei. Catalabin. Barakalo. اتفضل. Resto paraboli. Exo. ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. شاكرين قوي يا جدعان. خرجتو بارابولي. يا خرا. زعلانه مش كده؟ على كل حال حضرتك قلت لي لو احتجت اي حاجه ابقى اتصل بيا. مش معنى كده انك تصحيني الفجر وتجيبني اسم البوليس. معاك حق يا بايخ، لكن اعمل ايه؟ قالوا لي يا تدفع التعويض لصاحب المطعميه تتحبس. انا مش قادره افهم، انت جاي تدور على شغل ولا على مشاكل؟ يا ست هانم ده راجل نصاب واونطاجي. تصوري حضرتك حاطط تسعير على باب المطعم، قريتها عجبتني، قلت اتكل على الله واخش اتعشى. بعد ما اتعشيت بيديني فاتوره تقطم الوسط، ملهاش علاقه بالتسعير اللي على الباب خالص. جيت اتفاهم معاه زعق لي. رحت انت ضربه؟ انا كلمته؟ ده هم يضبوا نيتين وشلوتين وافتكر ركبتين وسيف يد وبس. بس عضيته في يعني عضيته. يلزم خدمه تاني؟ طب ممكن اعرف عنوان حضرتك عشان لما ربنا يفرجها ابقى ابعت لك الفلوس اللي انت دفعتها لي؟ اذا كان على الفلوس انا مش عايزاها، واكون سعيده جدا لو ما شفتكش تاني. لا ما هو انا لازم اسدد اللي عليا. وانا مش عايزه يا اخي. حماقية قوي الست دي. كان عاجبك كده؟ ما نامش طول الليل وكمان مفيش بسيس؟ حظك كده بقى، هتعمل ايه؟ امال مين هيدفع الاوفر تايم؟ ده لولا انا كان من زمان سنقوك عند الاسماء بتاع اليونان. يا عم حل عن سماي، هو انا لا اكل؟ ده انا على الحديده. الحديده؟ ايوه تشتري الحديده. انا برضو كنت في مصر وجدع، انا اشوف لك شغل. بتتكلم جد؟ Dinner is ready, sir. Dinner is ready. طيب اعلى بقى بحاجه. بكشيش something. حتى الخواجات بقوا كحيته، على ابوك ولا تكلم. يا عيني. دينر عشاء. دينر يعني هتتعشوا ولا هتبوسوا؟ حددوا موقفكم بالظبط، بوس ولا عشاء؟ مسيو يا مدام ولا هم هنا؟ دينر يا جماعة، دينر. مش عايز انت دينر. عشاء، العشاء. اوكي يا عيني يا عيني. لا العيد، لا بجد العيد. لا يعني نظام تمام. عشاء ايه اللي هتتعشوه؟ اللي انتوا بتعملوه ده اجدع من العشاء 100 مرة. ما احنا طول عمرنا بنتعشى، خدنا ايه من العشاء؟
مش معقول. بتعمل ايه هنا؟ يعني زي ما حضرتك شايفه بخش كل اوضه اقول لهم دي انا بذره دي، واقعد اتلكع شويه بنحنح علشان يدوني البقشيش. محدش بيعبرني، فباخد بعضي وامشي. بيبقوا في حالات غريبه كده. اشمعنى اللوكاندا دي بالذات اللي بتشتغل فيها؟ فاكره حضرتك الراجل اليوناني اللي كان بيترجم لنا في الاسم؟ ايوه. جه بعد حضرتك ما مشيتي عايز الاوفر تايم بتاعه، لما عرف ان انا مفلس صعبت عليه شغلني معاه. طب والله كتر خيره. طب حافظ بقى المره دي على اكل عيشك. ان شاء الله يا فندم. خدمه تانية يا فندم؟ لا متشكره. هو حضرتك هتسافر بكره؟ ان شاء الله. في الحقيقه انا عمري ما هنسى طيبه قلبك وكرم اخلاقك. انا ما عملتش حاجه، ثم احنا ولاد بلد واحده والمفروض نساعد بعض على قد ما نقدر. يعني مسامحاني؟ مسامحك. متشكر يا فندم. في الحقيقه يعني انا متشكر ان جيت الصراحه، يعني متشكر قوي. استاذ ممدوح. نعم. محتاج لفلوس؟ لا يا فندم متشكر، انا دلوقتي الحمد لله بقيت موظف محترم اهو. على كل حال لو احتجت لاي حاجه من هنا لبكره انا تحت امرك. يا فندم انا متشكر قوي. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. انا متشكر حقيقي يعني. متشكر. هلو مدام. هلو. يا سلام، اول مره حد يحترمني في اللوكاندا بالطريقه دي. لا الخواجات مؤدبين، ست مهذبه صحيح. هلو. De quel pays vous êtes? يعني de quel pays vous êtes؟ امال ليه احنا في الاعداديه خدنا اورفار بابا اورفار ماما. من اي بلد؟ I am Egyptian. Ah, je sais. You, Omer Sherif. No, I am Omar Gizawi. Kiss me. What? Kiss me. No. Kiss me. I can't. No, kiss me. مدام. Kiss me. مدام. Kiss me. لو كنت كده قبل كده ب 80 سنة كان ممكن. Money. No. Money. No, مدام. No, مدام. Kiss me. Please. Kiss me. God, Money. مدام. Money. No. Money. No, Money. مدام. Money. Let me, مدام. No. Omer Sherif. Omer Sherif. Omer Sherif. Omer Sherif. الحقيقة استهانم. ايه في ايه مالك؟ واحدة ست هي عيلة صغيرة وزي القمر، بس عايزة تعتدي عليا. تعتدي عليا. اهي. Omer Sherif. Omer Sherif. شفت بقى؟ شفت حلاوتها؟ عيلة. عيلة. Je t'aime. Je t'aime, Omer Sherif. ايه ده؟ Je t'aime, Omer Sherif. Je t'aime. شوفها مالها. مدام يا جميل فوق، الله يخرب بيتك هتودينا في داهية. دي ماتت. هتعملي ايه؟ هكلم مدير اللوكاندا. اعملي معروف بلاش، احسن لو عرفوا ان انا السبب هيقطعوا عيشي. يا سلام، وعيد نسيب واحده ميته في اوضتي عشان يقطعوا رقبتي بدل ما يقطعوا عيشك. مظبوط طبعا. طب انا هقول لك على حاجه، احنا هنستنى لما رجلي تخف في الطرقه شويه، اجرجرها على اوضتها ولا من شاف ولا من دري. انت اكيد مجنون. لا هو انا مش اكيد مجنون، انا اكيد منحوس. قدامك اللوكاندا واسعه، ما لقيتش الا اوضه انا تجيب لي فيها البلاوي دي. مش انت قلت لي لو احتجت حاجه باجي لك؟ لكن مش تجيبني معاك قتيل. هو انا كنت قاعد مع عزريل على القهوه وقال انها هتموت هنا؟ ده عمار يا فندم، والاعمار بيد الله. طب اتفضل شيلها من هنا حالا. طيب حاضر. 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 يلا منين؟ لا شويه. وانا اقول لك خليها من هنا احسن. لا من هنا. طب معاك سلبه؟ مفيش سلبه هنا. طيب هقول لك طب ايه؟ طب ايدك معايا استهاني من فضلك. كمال انا بس ومال ده كله. استنى ما تخافيش، دي ميتة مش هيحصل منها حاجة، وبعدين كلنا سوف ناخد هذه الرقطة، في آخر الأمر جميعا سوف ناخد هذه الرقطة. يلا جميل، يلا استهاني. هاي بقى، خليك معايا. يا ربي. استنى
بقى ايه؟ شوفي ربنا سبحانه وتعالى ما اتحضنتش وهي عايشه تقوم تتحضن وهي ميته. ربنا سبحانه وتعالى له حاجات. عمر الشريف نفعك يا اختي. ديك الواحد يا نهار اسود ومنيل. انا بقول تبلغ اللوكاندا يا احسن استهانم. بلغ اللوكاندا ارجوك. بلغ اللوكاندا. باسبور ما اخدوا الباسبورات ليه؟ عشان نشوف الاشماوي بتاع يونان هيشنقوا مين فيكم. المركب وعليها 1000 راكب، وبالرغم من كده حظي الوحش ما يوقعنيش الا فيك انت. حظك منيل، نصيب بقى. والمصيبه انك قاعد ولا على بالك. يعني انا اعمل ايه؟ ارقع بالصوت، الم اتينا عليا، اشد في شعري، اقطع في خلقاتي. اتصرف يا بني ادم، اعمل اي حاجه. هنعمل ايه؟ الوليه ربنا اكرمها واتكت على الله وارتاحت من الدنيا وبلاويها، واحنا مظلومين وهتتضح براءتنا ضروري. وامتى بقى ان شاء الله هتتضح براءتنا؟ هتتضح بقى وقت ما تتضح. احنا ورانا حاجه؟ ادي احنا قاعدين. الكلام ده تقوله لنفسك لانك صايع. عندك حق، انا نسيت نفسي. أنا جاي أعتذر لك. الموقف اللي اتحطيت فيه خلاني أجرح شعورك بكلام أنا ما أقصدوش. مفيش حاجة، الكلام اللي قلتيه هو الحقيقة. أبدا، أنت شاب شريف ومكافح، وده مش عيب. بشوية أمل وشوية صبر إن شاء الله هتوصل. اسم حضرتك كنت بتتكلمي كده يا ولد تكتب الفقراء اللي زينا. يا سلام، وليه ما كنتش أفقر منك وتعبانة في حياتي عنك كمان. والنبي استهانة مش عايزين تريقة، كفاية اللي احنا فيه. ده في واحدة قاتلة فوق لسه ما اتدفنتش. أنا بتكلم جد، صدقني. شوف يا استهانم، أحب أقول لك على خبر هام. اتفضل قول. احنا عيال مخلصة قوي نفهمها وهي طايرة. وبعدين؟ بس انتهى الخبر الهام. وإيه رأيك بقى يا أستاذي اللي بتفهمها وهي طايرة إني بشتغل مربية عند عيلة مصرية عايشة في الخارج؟ شفت بقى إزاي إن الكفاح مش عيب؟ الله، والكابينة اللوكس اللي على المركب، واللوكاندا اللي تلوح. كل دول كانوا محجوزين للهانم اللي بشتغل عندها، ولما أخرت سفرها سبقتهم أنا عشان أوضب لهم البيت. ورحت عاملة فيها بنت أبو علي. يلا، حد واخد منها حاجة؟ وهريتينا قلاطي. أهو تسالي. الله يخرب بيت الشيطاني، ده اللي كان يشوف الفشخرة بتاعتك على المركب يفتكر إنك أنت إمبراطورة. الله لا. يا خسارة، الأسماء والتكهينة ملوش خز المرة دي. طلعتوا براءة. الله يخرب بيتك، وده حاجه تزعل. على أي حال أنت مفيش شغل معايا من النهارده. ما انا عارف اني مرفوض من غير ما تقول، وهي دي القمضه دي زريبه. الخريج اسود، انت عملتوا سكنه معانا كمان؟ لا شوف اما اقول لك. المهم أنا ممكن أسافر النهاردة؟ ممكن مدام، بس مالكيش دعوة بالراجل السوداني ده. يا جدع عيب، حسن ملافظه، مش حل ما كنتش خواجه. عن إذنكم. بتبص على ايه؟ بص لي هنا. السلطة بتاعك اهي، وريني عرض كتافك. انا مش همشي من غير ما اخد تعويض. شوف حبيبي، هنا في اللوكاندا في عندنا 5 راجل زي الخيطة. برسالة واحدة ممكن يجي يتفاهم معاك. 5 5 5 5 زي الخيطه. زي الخيطة. السلام عليكم. أشوف وشك بخير. لا معلش، هوصلك المطار. مفيش داعي، أنا سافرت قبل كده كتير وعارفة السكة. لا 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 لا، هوصلك المطار. تروحي شمال تيجي يمين برضه هوصلك المطار. بس عشان ما أعطلكش. هو في صايع بيتعطل؟ يلا.
لازم يعني تسافري؟ اكل عيش. هما بيدفعوا لك كتير في الشغلانه دي؟ يعني يا دوب. طيب مبسوطه من الشغل معاهم؟ ان جيت لي الحق لا، انما مفيش انما. لا ما هي عادله ولا مبسوطه، ليه تروحي لهم؟ امال هعمل ايه؟ خليكي معايا، ايدك في ايد نكافح سوا، وبكره باذن الله هتشوفي هنكسب قد ايه، وليك على اللي بيدفعوا لك في سنه هنكسبه احنا في شهر. معقول؟ انا جربت الشغل بره وعارف، وخدمه بخدمه بقى المكسب اجدع، وهو تعملي حاجه لمستقبلك. ايوه بس دول كانوا يزعلوا قوي. اللي يزعل يشرب من البحر. اسمعي كلامي وابعتي لهم جواب استقاله، صدقيني هننجح وهنبقى اخر عال. انا حاسس ان ادمنا هيبقى خير على بعض. واضح جدا، بدليل ان احنا في يومين 2 رحنا اسم البوليس واتهمونا في جريمه قتل، ولسه مين عارف. وماله، اللي اوله الصعب اخره راحه. قلت ايه؟ موافق مش كده؟ طبعا الحمد لله. هو انا لسه قلت حاجه؟ انا كنت واثق انك انت هتوافقي. استنى هنا يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى. ستوب هير بليز يا اسطى. يلا انزلي انزلي، الخيرة فيما اختاره الله. بالذمه انا مش مجنونه اللي سمعت كلامك. طبعا، بس انا عايز اقولك على حاجه. انا اللي يمشي ورايا يكسب. قصدك يغرق؟ يغرق في النعيم والعز. قولي، انت دايما واخد الدنيا قفش كده؟ ما هو يقفشها انا تقفشني هي. قول نتغدى هنا ولا نشوف حته ارخص؟ لا، نستنى ما نشوف حته ارخص. برافو عليك، انا يعجبني الست المدبره. نظامنا ايه بعد الغدا؟ نشوف حته رخيصه وظريفه ننام فيها، وبكره الصبح بدري هنسافر على بلد صغيره هنا، عنوانها معايا. في واحد صاحبي كان بيشتغل جرسون في مصر، هو هاجر هنا. هو وعدني اني هدور لي على شغل اول ما اوصل. طيب خليني وراك اما اشوف اخرتها. اخرتها طين طبعا. طبعا مش هتشيل انت حاجه هنا. ها؟ لا جنتل. ها جنتل. انا مش انت الراجل. اتدبس انا بقى عشان جنتل. ها الله العظيم. لا عشان انت الراجل. انا راجل اتدبس انا يعني. ايه رأيك في اللوكاندا دي؟ كويس، بس تلاقي الليلة فيها $1,000,000 جنيه. قصدك ايه؟ قصدي ندور على غيرها. غالي جدا. ايه؟ اوعى تقول انه غالي. والله غالي. ما هو لازم ننام. ايوه بس الفشخره مش كويسه للي زينا. فشخره ايه بس؟ طب اسمعي، انا جات لي فكره. قول وربنا يستر من افكارك. قالوا لي في الاستقبال ان في اوضه فاضيه في الدور الثالث. انا هروح اجازها لوحدي علشان تبقى رخيصه، وانت تحصريني بعدين، ولا من شاف ولا من دري. ايه؟ ننام في اوضه واحده؟ وفيها ايه؟ فيها ايه ازاي؟ يا ست لو طلعت مش ولا بد يبقى لعب الصوت ولم عليها العالم. تعالى هنا. الدور الثالث، ها ما تنسيش. عليا النعمه انت مجنون رسمي. انت متنح لي كده ليه؟ ها؟ بقشيش. No, I am police.
بوليس عندنا ما بيدفعوش بقشيش. ها؟ يلا يا حبيبي، مع الف سلامه. جود باي. باي باي. تضحك على ايه؟ ايه؟ تضحك على ايه؟ مش مصدقة طبعا اللي حصل. ايه؟ ما شفتيش قبل الواد ابن بلد مفتح وبيضحك على الخواجات؟ لا. اديكي شفت. ايوه بس واحدة زيي ما كانش المفروض تعمل كده ابدا. بقول لك ايه؟ لا كده حلوين قوي بالصلاه على النبي. سيبك بقى من القلاطه بتاعت المركب. ها؟ حاضر. انزلي تحت السرير. نعم. انزلي تحت السرير. ازاي ده بقى؟ انزلي تحت السرير. احنا واخدين اوضه نفر واحد. معقولة دي؟ حبك قوي الورد دلوقتي. حبك. ثانك يو فيري ماتش. نو بقشيش. اي ام ايجيبشن بوليس. ما بيدفعوش بقشيش. مع السلامه. يلا يا جماعه اللي تحت. نعم. ما تطلعوا على السطوح شويه. اه يا ساتر، ده انا ضهري كان هيتكسر. انزلي تحت السرير. ايه ده انا لحقت؟ انزلي تحت السرير. الاوضه نفر واحد. انزلي تحت السرير. معقولة دي يا ربي؟ استنى عليا. حطيتني في دماغك انت بقى. مفيش في اللوكان ده حد غيري. ثانك يو فيري ماتش اند نو بقشيش. وانا ايجيبشن بوليس. مع السلامه. بتضحك على ايه؟ شوف الزمن. من كام يوم كنت انا تحت السرير، النهارده انت اللي تحت السرير. سبحان وغير الاحوال. يلا والله لا اللي فوق السرير مستريح ولا اللي تحت السرير مستريح. يا دمك يا اخي. طب حقك عليا ما تزعليش. ما هو لازم تفهم اني وطي صوتك لا اعرف ولا احنا اتنين. ممدوح، خليك فاكر ان انا قبلت ان انا اجي معاك عشان نشتغل ونتعب ونعمل مستقبل وبس. واضح؟ واضح تمام. يلا نام يا حسن. انت ليك ايدك بالله طول النهار. حاضر. طيب وانت؟ هنام انا كمان. يعني ايه هتنام انت كمان؟ امال هقف راسي على الباب. هنام على الكرسي. انت هتنام هنا وانا هنام على الكرسي. الله، طب وايه اللي خليك تنام على الكرسي وفي سرير تاني؟ لان لو نمت على السرير التاني الصبح هيعرفوا ان احنا اتنين مش واحد ويتهد كل اللي عملناه. لا عندك حق، انما ايه الذكاء ده كله؟ لا بقى ده احنا عيال بنحسبها بالكمبيوتر. انا ابني بس اخد الوساده الخاليه. اتفضل. ممدوح. حنان. ايه؟ الباب. ما تفتح انت. ايوه ما عشان افتح انا لازم انت تبقي تحت السرير. على الصبح كده. Good morning. Good morning. ايه ده؟ انت جايب اتنين فطار ليه؟ Excuse me, why two breakfast? One for you Yes. and one for madam.
يلا بينا نفطر بقى احسن انا ميته من الجوع. انا اللي هيجنني بقى التدبيسه اللي انا دبستها طول الليل على الكرسي ده. يتغزغز. بقول لك ايه؟ ناوي تعمل ايه بقى بعد ما انكشفنا يا حلو؟ انا بقى ناوي انيمك بارخص طريقه للنوم في اوروبا. عارف انها تقيله شويه، بس بكره بقى هتتعودي عليها. انا مش فاهمه لزوم الحاجات دي ايه. شوفي بقى يا ستي، ده اخر طريقه للنوم في اوروبا، اسمها طريقه النوم المريح في مواجهه الريح عندما تتمدد وتستريح. انت ناوي تنيمنا فين بالظبط؟ في اي حته يسمها لنا ربنا، المهم نحرص على القرشين اللي معانا لغايه ما نشوف اخرتها ايه. انا مستحيل اوافق على كده. بقول لك ايه، انت صعت قبل كده؟ لا. انا بقى صعت، ثم انا هنا راجل البيت، الكلمه كلمتي والشوره شورتي. هو فين البيت ده؟ اوروبا كلها بيتنا. ساعه حلوه حقيقي. وبعدين فرويد قال عيش صايع تد عدوك على قفاه. بكلمك جد، ساعه جميله. يا رجلي. وبعدين طول ما انا واقف جنبك مفيش ولا عربيه هتقف. بقول لك ايه، انا هستخبى، ولما عربيه تقف لك هطلع لك على طول. طيب استخبى. طيب. Please, take me to Folly Romani. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. ده استنى. استنى عليك وعلى اهلك. شوف. لذيذ. What happened يا اسطى؟ بوش جيف مي بوش. مي عايز زقه بوش. وانتوا كمان هنا عندكم زق؟ وانا فيها حيل عشان ازق. ازق كمان. الله 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 يا ابن الحراميه. Come here. I love you. I love you. مساء الخير يا اخويا. انت فاكرنا ايه؟ ده احنا صيع قوي. انت فاكر نفسك ايه؟ ده احنا من الدرب الاحمر يالا. انت اقف يالا. شرب يا ابني الكلب. اقف. هديله على دماغ امه.
كويس اللي انت عملته في نفسك ده. انا بصراحه كنت ناوي اخلص عليه خالص خالص بقى، بس حسيت ان له اولاد ابرياء بيترجوني وبيقولوا لي بليز انكل ليف دادي، دادي كول هيز كريزي لايك فول يعني مستعد تاخد تأبيدة علشاني؟ تأبيدة مين؟ غلاوتك عندي تستاهل 15 تأبيدة و4 اعدام. بلاش كدب وقولي. انا مستعد اقول لك كل اللي انت عايزاه، بس بشرط تخلي ايدك كده على طول. ليه؟ لان الوجع كله بيروح من لمسة ايديكي، والعذاب بيهرب من نظرة عينيكي. يا نهار اسود على الكلام. من فضلك خليك جد بقى شوية. قولي هتعمل ايه دلوقتي؟ هعزمك على غدا فاخر يرم جتتك. هات. ده فرشنا السفرة. ايوه ايوه انا هفرق. ده فول مدمس ورانا. هات. ده عشاء القهوة. ده سروسي بقى القعدة. حنان. نعم. تيجي نعمل زي بتوع الاسكيمو؟ بيعملوا ايه؟ بيناموا كل 2 في كيس. اكيد عندهم ازمة اكياس، لكن احنا الحمد لله كل واحد فينا عنده كيس. طيب تيجي نعمل زي بتوع سنغافورة؟ بيعملوا ايه دول كمان؟ قبل ما يناموا بيبوسوا بعض من مناخيرهم. بقول لك ايه، ما تيجي احنا نعمل زي بتوع مصر؟ بيعملوا ايه؟ بيناموا ويدوا ظهرهم لبعض. بس في مصر مفيش اكياس. بكره يبقى فيه. حق لو فكرة الاكياس دي دخلت مصر تبقى مصيبة. كل ست تزعل من جوزها ترمي له كيسه في الشارع. تحبي اطفي لك النور علشان تعرفي تنامي؟ معاك مفتاح يوصل للقمر؟ لا هي نفخة واحدة بس باقي اللي هي. قول لي يا ممدوح، املك ايه في الحياة؟ امل اغتني ويبقى عندي الفلوس زكايب زكايب، ولا بنت الحلال اللي اتجوزها. واخده بالك من حته الجواز دي؟ واخده. ونخلف لنا 12 عيل وتبقى الحكايه اخر لخبطه. 12؟ حلاوتهم كل اجازه واحنا خارجين نتفسح، كل واحد في عربيته. 12 عربيه، 6 قدام و6 ورا، وانا وصاحبه الاسم والنصيب في عربيه مكشوفه في النص. والموكب ماشي والعالم واقفه، والموكب ماشي والعالم تزغرط، والموكب ماشي والعالم تعيط. الله، طب وهيعيطوا ليه بقى؟ عشان لما هيبقى عندي 12 عيل لوحدي محدش في البلد هيلاقي ياكل. ستوب هيرا يا عرباجي، ستوب هيرا يا علي، ستوب هيرا يا علي عوض، ستوب يا اخويا. ثانك يو. ستوب بارابولي. طب اخويا ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو ثانك يو. افخارستو بارابولي. افخارستو. لو كنا عملنا الحركة دي في مصر كان العربجة قطعنا طبعا.
بتهيألي هي القهوة دي. فكرك هتلاقي صاحبك اللي بتقول عليه؟ والله إذا لم يكن السيد عزرائيل قد تفضل بزيارته قبلنا يبقى حليه. وهيقدر يدبر لنا شغل. جرالك ايه؟ لازم يكون عندك ثقة وانت معايا. يلا يلا. سلام عليكم يا معلمين. نبي مصطفى بعرة موجود؟ سبيك انجليزي؟ اتكلم عربي شوية شوية. ايوه خرستفر بولي. عامله ايه؟ تمام. ايه مالك بتبصلي كده ليه؟ لا فرحان بيكي. سلام. معقولة الأمل اللي احنا فيها دي؟ ممنوع. أروح أشوف المترو ولا ايه؟ وقفت ليه؟ تتجوزيني؟ كده من غير ما تعرف عني كل حاجة؟ ايه اللي ممكن اعرفه اكتر من كده؟ ما انت كويسة وزي الفل اهو. مش جايز يكون ليا ماضي ما يريحكش؟ كفاية ان اسمه ماضي عشان انساه. نعيش الحاضر والمستقبل. مستقبلك في انك تلاقي بنت اوروبية غنية تتجوزها، هي دي اللي ممكن تخلي حياتك مستريحة، مش واحدة فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. الله، كل شيء ممكن يتباع وينشري الا الحب اللي في القلوب. مرة قريت في كتاب ان الغربة والوحدة بتخدع القلب وتوهمه بالحب من غير ما يكون موجود. حنان، انا من اول يوم شفتك فيه على المركب حسيت ان كل حاجة فيها متلخبطة. كنت بالنسبة لي نجمة في السماء مسموح لي اشوفها من غير ما اوصل لها والمسها. ولما لقيتني جنبك على الارض بقيت اسعد مخلوق في الدنيا. عشان كده ترجيتك انك تقعدي واتمنيت من ربنا انك توافي. وديني قعدت. واديني تاني بترجاك انك تتجوزيني، وبرضه بتمنى من ربنا انك انت توافي. الله، ليه الدموع طيب؟ ما انت كمان بتدمع. حلو الجواز مش كده؟ ها جواز حلو على فكرة، جواز جميل. الراجل ده زي اللي عندنا. بكرة الصبح ننزل على السفارة ونكتب الكتاب ونعلي الجواب وابعت افرح امي وابويا، وانت كمان تبعتي لاهلك وتقولي لهم ربنا وقعني في الواد اللي هو. مش كده امال حيلك؟ هي دي كمان هتاخدها قفش؟ مش قلتلك يا قفش هنا يا تقفشني هاي. الكلام ده عن الدنيا مش عني. النهارده انت دنيتي وكل حياتي. المهم في بكره مش النهارده. بكره هنعمله احنا بايدينا، انا بكفاحي وانت بجمالك ورقه قلبك اللي ملهاش مثيل. وانا كل ما ربنا يفتح عليا بكلمتين تقومي تعيطي؟ انا كده طول عمري، كل ما افرح واكون سعيده اعيط. بالطريقه دي بقى هتعيطي طول عمرك، لان ناوي اساعدك على طول. قوم يا جميل، نتاخر ويرفدونا. حنان، 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 حنان.
عزيزي ممدوح، كم كنت أتمنى أن أبني معك الأمال الحلوة التي عشناها، ولكن طريقي غير طريقك وحياتي غير حياتك. مع خطابي مبلغ ضئيل أرجو أن تقبله، ورجائي ألا تبحث عني أو تحاول أن تراني. أنا بالنسبة لك امرأة بالعنوان. يا ابني الف حمد لله على السلامه، الف حمد لله على السلامه يا ضنايا. ترى ايه يا ام ممدوح؟ سيبي الواد يستريح شويه. هعمل ايه؟ مش مصدقه اني عشت وشفته داخل عليا من باب تاني. يا حبيبي يا ابني ده انت ليك وحشه كبيره قوي، البيت من غيرك ما كانش له حس. الحمد لله ربنا كريم، عارف ان احنا غلابه ومحتاجين له. ايوه يا اخويا محتاجين له جنبنا يا ضنايا. اما اروح اعمل لكم شربات. انا قلبي بيقول لي ان في حاجه كبيره هي اللي رجعتك. حاجة ايه بس يا بابا؟ والله مش عارف، شايفك كده مهموم وحزين مش زي عوايدك. فين ممدوح؟ حبيب قلبي دوح حبيبي يا قلبي. ازيك؟ استنى بس استنى اقعد. تصدق بالله ما صدقتش ماما لما قالت لك رجعت. ماما تقول لها دلوقتي ماما انت ليه انت بتصدق امك؟ ابقى طول عمرك لسانك طويل حتى لما رجعت من اوروبا. استنى يا جوز خالتي. يا اخويا سيبك من اوروبا بلا وجع دماغ. لكن قول لي ايه اللي رجعك من اوروبا؟ انت ضربت هناك ولا ايه؟ اشتقت لكم يا اخي وحشتوني. اشتقت لنا؟ انت شاتل الفقر يا فاعل. يا اخويا ما تقولش كده على الواد. يا ست سيبيه، ابن خالته بيهزر معاه. ولا يهمك انا، ما تشيليش هم يا خالتي، انا من بكره هشغله معايا في مطعم اللوكاندا. انا دلوقتي ليا كلمه هناك تقلب الكوسه بتنجان. انت اتجننت في عقلك يا زغلول؟ عايز تشغله جرسون بعد ما خد بكالوريوس التجاره؟ تكونيش فاكره يا خالتي ان ابنك في بلاد بره كان هيشتغل رئيس مجلس اداره ولا امين شرطه اسم الله؟ ده بالكتير معروفه يعني، يا بياع جرايد يا غاسله للاطباق. ولو اشتغل في المير ان شاء الله هيبيع هدومه. يو امال هو خد الشهاده ليه؟ استنى يا جوز خالتي عشان يتجوز بيها. اصل اهالي البنات بتوع اليومين دول مخهم متاخر 50 سنه لورا. اسمع يا ولد انا مش فاهمه منك حاجه، تعالى نروح خلينا نقعد جنبنا. اتفضلي يا اخي زي اختك كمان. اسم الله يا اخويا، اسم الله يا حبيبي. ربنا يخليك ليا يا رب. سيب الواد بقى احسن اتهانق. وحشني يا اخويا وحشني. ايه انتوا ما عندكوش غير رغي؟ غير قوام طفايات السجاير بسرعه. نفذ اللي قالك عليه احسن، انت مجنون ودماغه طائق. كل عيش كل عيش. يخرب بيتك.
في حد يبصبص للزباين كده؟ افرض المتر شافك وانت بتبحلق في الوليه كده قوي، هيقول لك ايه؟ هي مين؟ هي زغلول. اسكت يا اخي، خلي امك تزورك المشايخ ولا تعمل لك زار ولا تعمل لك حجاب ولا حاجه، كل ما تشوف واحده تقول هي. بقول لك هي زغلول. انت ايه التانيه فقيره وعندها شغلانه على قدك. الحكايه فيها سر، انا هروح اكلمها. تعال انا ممدوح، كل عيش يعني، كل عيش. ايه واقفين ترغوا في الشغل؟ اطلع بالسيرفيس قدامي. اطلع بالسيرفيس. اطلع. يلا رب البيض. يلا اقلب البيت. معلقه لا مؤاخذة، بس معلقه يمكن تكون. ايه اللي انت هديته ده؟ انا ما صدقت شغلتك يا اخي. والنبي يا حاج عشان خاطر الواد سامحه. بالشرفي لن اطالب الا باعدامه. انا المتر اوزوريس ابن منفيس يتعمل فيا ده كله بعد خدمة 19 سنة. يا حاج اوزوريس ده ظروفه الاجتماعية قاسية. ظروف ايه يا استاذ؟ ده انسان مخبول. تصور ان ابوه ساب امه واتجوز واحد غيره. إيه؟ ايوه دي امه قاعدة ب11 عيل يتامى مالهمش غير ممدوح وربنا. البلوى ده بيجري على 11 عيل. عيال يتامى فوق بعضيهم كده، يتامى غلابة وكلهم نيلة زيه. ابدا دي عيال مبروكة، دعوتهم مقبولة، على فوق على طول صواريخ. يا ساتر يا رب. امال انا جاي لك ليه؟ جاي لك عشان احذرك. الواد عتريس اخوه الوصاني اللي تحت التحتاني لو فاعك دعوة هيفقعها لك من هنا، يجيبوا لك التابوت من هنا. يا ساتر يا رب. خلاص انا هدوس على كرامتي واسامحه، بس على شرط ينزل يشتغل في المطبخ. بس كده ينزل في المنجم، انا هجيبه لك يبوس راسك. يبوس يا عم عزيز. الله مالك في ايه؟ انت بتقوم ليه؟ ما منوره ايه؟ مش شايف ليه؟ دي تتحط كده، تمسكها كده تحطها على الترابيزه. لا ده انت منحوس بقى. الله يخرب ايدك. روح بوس على راس اوزوريس ابن منفيس. انا مش منقول غير لما اعرف ايه حكايتها بالظبط. مالكش دعوه بيها، انا نيابه عنك هتابعها، هعرف خطواتها، هجيب لك عنوانها، هجيب لك قرارها. اتفضل. كان يوم اسود يوم ما شفتك. البلد فيها 21 مليون ست، امي ما لقيتش غير امك عشان تبقى اختها وانت تبقى ابن خالتي. ما انا منحوس. انت جيت؟ من شوية. وقاعد في الضلمة ليه؟ الظروف بتحكم. مالك؟ متضايقة ليه؟ لا ابدا. معلش، أنا عارف الناس اللي أنت خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك. أنت عارفة ظروفي. وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامة، وطبعا مش معقول احبسك في البيت. ما يطوعنيش قلبي. قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حنان. عزت بينادي العواطف. تعبانة. تعب ده مهانس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف مناخيري شم حاجة كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجة، والشك بيعذب.
العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. يا حكومة عيد، يا حكومة حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني، ولاد الزوات دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرمي لها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على، ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشراشيح. فيلم ايه؟ الشراشيح. اي خدمه؟ هو في ميتم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محمود؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحقيق. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمرة التانية بسألك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمرة التانية والاخيرة بقول لك مين سيادتك؟ بلاش قلة ادب يا ولد. انت كامل! انا عايز حنان هانم. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني، اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني اتفضل. اتفضل 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 اسرع. اتفضل يا محمود، هات واحد ليمون للاستاذ يبل بيه ريقه. ومع الليمون واحد قهوة ماله، يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. لا اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش، على رأي المثل بيقول لا محبة إلا ما بعد عداوة. العداوة ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوة أبدا. لا إن شاء الله ما فيش حاجة. أمال حنان هانم فين؟ الحقيقة حنان مش موجود، بس أنا وحنان واحد. أنت والدها؟ بالظبط. برافو برافو. أنت إنسان ذكي جدا ولماح. أنا فعلا والدها. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل. ما يصحش يا عم يعني. لا 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 لا، أنت حنان بنتي وأنت صديق حنان، تبقى في معزة ابني بالظبط. فندم العفو عفو يا عمي. أهلا وسهلا. القهوة بقى يا عمي، القهوة أبو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقة في منتهى كرم الأخلاق. ميرسي. مع إن اللي يشوفك وأنت بتشخط فيها بره يقول على سعادتك من ضرب اللبانة. ظريف ظريف قوي. قول لي بقى، احكي لي انت اتعرفت على حنان ازاي؟ ها؟ هو أنا أصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله، هو هي قرت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجة خالص، ولو اني انا احب قوي اسمع الحكاية دي منك انت تاني. ها؟ والله يا عمي الحكاية زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم فهمتني انها بنت فقيرة وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت. حبيتها لا حبيتها جامد. انا اقول لك الحقيقة، حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع، كان حتة اسبوع اسعد اسبوع قضيته في حياتي. والله يا عمي، عارف يا عمي، هي اللي اتمنت انها تكون شريكة حياتي. والله يا عمي. عظيم، هدف نبيل. الجواز يا ابني نص الدين ومفيش احسن منه. كمل يا ابني كمل. فجأة بقى هي يا عم اختفت. عشت ايام سودة وهي مش معايا، لغاية ما رجعت بقى وشفتها امبارح صدفة. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الاوتيل. وانت كنت في الاوتيل؟ لا، انا اصلي بشتغل هناك. يعني هي نعم شغلانة مش قوي، انما انا عندي مؤهل جامعي برضه. عم عظيم عظيم، ده انت نموذج من الشباب المتطور
وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم. ممدوح احمد عبد الرحمن. انعم واكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي عشان ادهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضه يا عمي ولا ايه؟ من حقك يا ممدوح، عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها، اكيد بتحبها. انا عارف بنتي حنان جميله وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، اصل البنات دايما كده بتتكسف قدام ابهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك، وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عليه. لا اطمن يا استاذ ممدوح جدا. احنا ما يهمناش الغنى ولا الفلوس ولا، احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا طمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه. مبروك، بقالك أبين، أب في مصر الجديدة وأب آخر في الزمالك. أنا مش قلتلك مناخيري شم حاجة أنا مش مستريح لها أبدا. أرجوك بلاش تفكيرك يروح بعيد. ويروح بعيد ليه؟ ده شيء واضح وقريب جدا. ده يا دوب أسبوع قضيتوه في حضن بعض. أرجوك كفاية. والكرامة والعفة والشرف كانوا معايا أنا بس. أنا ما استحملتش تكلمني بالشكل ده. ومين أنا أستناه عشان يسمح لي أتكلم؟ وأنا علمتك من زمان إن مفيش صوت يعني على صوتي أبدا. اتكلمي، قولي لي إيه اللي حصل بينك وبين الولد ده؟ والله ما حصل حاجة، ما حصلش حاجة. كذابة كذابة. تليفون يا ممدوح. عشان انا واحدة صفر. لا شيء. الو. الأستاذ ممدوح؟ ايوه أنا صديقة حنان. هي مش قادرة تكلمك، لكن في حاجة مهمة عايزة تقولك عليها. هي هتهرب الليلة من عزت، وبتقولك استناها بكرة الساعة 5 في الفجر، اسكندرية، في العجمي. بس العجمي ده كبير. فاني حتة بالظبط؟ عندي كيلو 35. طيب بس لو عجبت لها الحد. مع السلامة.
blood pressure on 30 over 90. Pulse? 90 per minute. Pupillary reflex? Normal. Babinski? Absent. Suspected TC. Most probably. في اشتباه يكون عنده ارتجاج في المخ وهنضطر نخليه تحت مناص 48 ساعة. لو سمحت ممكن عشان تعمل اتفضل. خلاص يا خالتي بقى، كفايه يا خالتي. خلاص يا خالتي بقى، ما جراش حاجه. ايه يا بس خالتي بس بطلوا عياط. الحمد لله اللي جت على كده. انا عارفه انك اللي راحت مش كده. صرحني يا زغلوليا، مين اللي كان بيهلوس باسمها طول الوقت؟ بصراحه يا جوز خالتي هقول لك الحقيقه يا خالتي، ممدوح حب من فوق، من فوق قوي. يا ريته كان حب من تحت زينا كلنا. أنا خايف على ممدوح. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلبي كان حاسس من يوم ما رجع. طب والعمل يا ابني؟ أنا هتصرف. أي خدمة؟ عايز حاجة حضرتك؟ أنا زغلول ابن خالة ممدوح. وعايز إيه؟ أصل ممدوح في المستشفى. طصته عربية وهو جاي ميعاد حضرتك. معادي أنا؟ هو من ساعاتك بعت لي واحدة صاحبتك ضربت له تليفون وحددت له ميعاد. أنا؟ أيوه، حتى بالأمارة الميعاد كان في الفجرية. هم الأغنياء بينسوا زينا ولا إيه؟ وهو عامل إيه دلوقتي؟ لا كويس. لا ممدوح كويس. رجله اليمين حلوة أوي ما شاء الله. رجله الشمال 3/4. ممدوح من خالتي. وطول ما نايم في المستشفى حنان 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 حنان. أرجوكي روحي له عشان خاطري، أرجوكي. لو تعرف قد إيه خايفة عليك وقد إيه بحبك. سلامتك يا ممدوح. انت كدبت عليا. ما تظلمنيش يا ممدوح، انا ما كدبتش عليك لما قلت لك اني قضيت معاك اجمل ايام عمري كله. انا بقالي سنين مش ملك نفسي، صدقني. والدك؟ مش والدي، جوزك. السلام عليكم يا بابا. اهلا يا حبيبتي. ايه الاخبار؟ طمنيني. كله تمام. 4 مكانات في المصنع شغالين وال5 بيصلحوها وكل الطلبات سلمناها في موعدها. طيب عادي، كنت خايف لاسمي ينتهي في السوق. عيب يا بابا، ده انت وراك رجاله. الله ينعل ابو العيا. تعبتك معايا يا حبيبتي. ولا تعب ولا حاجه، بدليل ان النهارده رحت النادي وقعدت ساعه بحالها العب تنس. والله يا عيال فيتك راحه تلعبي لي تنس وانا قاعده في البيت عماله بذاكر. عشان حضرتك عندك شهاده السنه دي. يعني حرام لما تفك عن قلبها شويه؟ دي بقى لها سنه شايله الهم. انا بضحك معاها يا بابا. ربنا ما يحرمنيش منكم. ولا منك يا حبيبي يا بابا. في ناس بتسأل على حضرتك يا بيه. ما قالوش مين؟ بيقولوا من الحكومه.
خليك انت مرتاح يا بابا، انا هشوف مين. ايوه يا فندم. امال سيد بيه فين؟ انا بنته، اي خدمه. كنا عاوزين نجرد الفيلا ومحتوياتها ونروح المصنع نعمل له معاينه ونجرده هو كمان. ليه؟ في امر بوضع جميع ممتلكات سيد بيه تحت الحراسه. تحت الحراسه؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ انا راجل طول عمري في حالي، ما حلتيش غير مصنع صغير فاتح بيه 50 بيت ل50 عامل، ولا عمري عندي فلوس في بنك ولا عمري عملت حاجه بطاله. دي تعليمات من فوق يا سيد بيه. اندع اللجنه. اجردوا البيت. يا حبيبي يا بابا، حبيبي يا بابا. في الحقيقه يا بنتي انتوا صعبانين عليا. احنا مظلومين، بابا طول عمره راجل شريف وعصامي. فعلا يا بنتي، سيد بيه طول عمره راجل شريف وعصامي وفي حاله. طب ليه بيعملوا فينا كده؟ اسمعي، انا هسيبكم الليله تباتوا في الفيلا وهتحمل المسؤوليه على نفسي. تعالي لي بكره المكتب، يمكن ربنا يسهلها واقدر اساعدكم. اتفضل. ازاي صحة بابا النهارده؟ والله لسه تعبان، الصدمه كانت شديده عليه. والله انا مقدر. شوف يا بنتي، انا بحثت جذور الموضوع، لقيت ان الحل كله في ايد عزت بيه. عزت بيه اللي كلمني في النادي؟ ايوه، يظهر انك زعلتيه مع انه راجل طيب، كلمه توديه وكلمه تجيبه. ده انا يا دوب قابلته مره واحده في النادي. روح يا بنت ترجيه، استسمحيه، يمكن يلغي القرار. يلا اسمعي نصيحتي، انا قلبي عليكي. بس والله يا فندم انا ما زعلته في حاجه. اصل هو راجل لعيب قديم وخد على خاطره شويه. هو بيلعب تنس؟ لا، بيلعب كرة قدم، شويت من الدرجة الأولى، عمري ما في شوطة خيبت منه أبدا. طيب أروح له. أهلا أهلا. أنا جاية لسيادتك في موضوع حضرتك عارفه. أنت رياضية وعارفة إن الدنيا دي ماتش كرة، فيها المكسب وفيها الخسارة. أنا بقى الحكم اللي ماسك الصفارة، اللي يقول كده مكسب كده خسارة. بس الحكم لازم يكون عادل. المصلحة القومية فوق كل شيء. يا فندم احنا ما عملناش حاجة تستحق كل ده. ازاي بقى تهزقي الحكم وتكسري بخاطره وتقولي لي ما عملتش حاجة؟ دي جريمة لوحدها تستاهل الطرد من الملعب. علشان كده عايزين تطردونا من بيتنا وتاخدوا المصنع اللي عايشين منه؟ انا بنفذ قانون الملعب. كل اللي حصل ده من سلطاتي، او بمعنى ادق جزء بسيط قوي من سلطاتي. بس احب اقول لحضرتك اننا مش هنسكت وهنشتكي لاعلى ناس في البلد. الشكوى حق مكفول لكل مواطن، وانا احب نلعب سوا ونشوف مين فينا هيكسب. ولعلمك انا عندي قدرة ما حصلتش في تسجيل اهدافي. حرام عليك تعمل فينا كده. ثم انا ما كنتش اعرف حضرتك لما كلمتني وافتكرتك اي حد بيعكسني. عليكي عرفتي. كلميني كويس بقى، اديني ريحة. لا في عرضك. انا ما استحملش ابدا ست تعيط قدامي، انا قلبي ضعيف، وخصوصا لما تبقى ست حلوه ورقيقه زي كده. انا بعتذر لحضرتك وارجوك تسامحني، اذا ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر والدي المريض. مريض؟ بشرفي ما كنت اعرف.
بقاله اكتر من سنة وهو راقد في البيت. لا سلامته ألف سلامة. أنا مستعد أسفره الخارج وأعالجه في أكبر مستشفيات في العالم على حساب الدولة. كتر خيرك. بس ارضي أنت عني، وخصوصا أنا قصدي شريف. مش فاهم. أفهمك. أما راجل يلاقي ست حلوة كده وجميلة ويبقى قصده شريف، يعني يبقى قصده إيه؟ قصدك تجوزني؟ تقريبا كده، بس في السر من غير زيطة وزنبليطة. يا راجل في مركزي لما يبقى جوز اتنين بالتالي يبقى شكلها وحش، مش كده؟ اللي بتقوله ده مستحيل، ده جريمة. يا ساتر، ما كنتش أعرف. عن إذنك. لحظة من فضلك، ما تنسيش إن الكورة لسه معايا، والماتش اللي بيني وبينك قائم، وهيفضل قائم ومش هينتهي لحد ما تيجي وتقولي لك 3 كلمات أنا بحب أسمعهم قوي. أنا تحت أمرك. مع السلامة. مع السلامة يا حلوة. بابا، ايه اللي حصل؟ رضونا يا بنتي. اسمعي، في ايه تاني؟ مفاتيح العربية. دي عربيتي محطوطة في كشف الحراسة. مش ممكن اديكم مفاتيح العربية. اديهم يا بنتي اللي هم عايزينه، العربية مش هتكون أهم من اللي راح. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا تحت أمرك. انت مستحيل مستحيل ما بتاكليش ليه؟ الملح زيادة شوية. محمود. فندم. يبقى راجع راجل الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي أنا طالع مهمة سرية كده لمدة أسبوع، ما نمسكيش في حاجة سرية كده أجيبها لك معايا. كتر خيرك. طيب
ارجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهديه البسيطه دي. ايه ده؟ دي اشاره الصليب الاحمر، بقدمها لك هديه مقابل مجهوداتك وانسانيتك بالنسبه للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك ايه؟ انت عارفه قصدي كويس جدا. انا كنت مضطره اروح ازوره، اولا عشان اطلب منه يبعد عني، ثانيا لان رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. انا كان قصدي اريحهم من الدنيا وما اتعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه، تصوري بقى انت مدى المعاناه والعذاب اللي هيعيشه، لانه مش قادر يوصل لك ومش هيقدر. مش الراحه له افضل؟ ارجوك مالكش دعوه بيه خالص، وانا اوعدك انه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتيه وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لان انا الايام دي كده ما عنديش مزاج العب ماتشات حبي، لا. في صحتك العقل كويس. ما احناش فاضيين، ورانا شغل. مبروك يا خالتي، خلاص ممدوح هيخف. هي دي يا زغلول اللي هو بيحبها؟ لا، دي واحده شباب. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي، رايحه فين يا خالتي؟ رايحه اترجاها وابوس ايديها واقول لها ما تبعدش عنه. يا ساتر، زي اختك تمام، زي بابا فوله واتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالتي؟ تعالي يا حبيبتي، اقعدي بس، اقعدي اهدي بس، اقعدي يا خالتي. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم، عيب. ايه اللي هناك ده؟ الولد خالتي بحبك. مش قد يا ممدوح. ايوه، خد بالك من الحوره دي بقى. ايوه روح. استنى يا خالتي، استنى. انا وسهلا يا دكتور، انا وسهلا. ازاي تبص على المرضى بالشكل ده؟ لا، اصل المريض اللي جوه ده بتاعي. نعم. بتاع انا امه، انا الاخ وانت وانا وانت وهي انت بترخمني ليه؟ الله، تعالى انا جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ انا كويس يا ماما. يا 300 مرحبا، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلي يا ست هانم، اتفضلي، اهلا وسهلا. حنان، ازيك يا ماما؟ انا كويس. والدي. اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه. طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكره قوي. يا اهلا وسهلا، عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قول لي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا ما عرفتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه، انا لو اعرف ان خبطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟
نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش استأذن انا بقى. ما بدري، اصل عندي كام مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ادي احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره؟ مش عارفه. والنبي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استأذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كام سلمه والعربيه تحت. عربيه ايه؟ ده علم بابا تحت. على الله بس الاقي فرده كاوتش. مع السلامه يا بنتي، مع الف سلامه. شريف ابنك عرف ينقب صحيح. طبعا، وتفتك طالع لابوه. خالتي اهلا يا زغلول. من غير اهلا، مش هي دي؟ هي. الله، هي كانت هنا؟ ايوه هتتغدى عندنا بكره. الله، يعني انا معزوم بكره؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى بس خالتي، ضمننا الظفر. ايه ده؟ انت مسافرة؟ لا رايحه بيت بابا. ان شاء الله زيارة ولا طوالي؟ ارجوك يا عزت اسمعني مره واحده بقلبك وحكم عقلك. انا من يوم ما عرفتك وانا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا اتفضلي كلمني. عزت انا اديتك كل حاجه في حياتي، ما بقاش فاضل حاجه تانية اديها لك. اعتقني لوجه الله، خليني اعيش اليومين الفاضلين من عمري. عشان الواد الهلفوت اياه. انت عندك ستات كتير لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجه في حياتك لكن كل حاجه في حياته. يا خسارة، يا خسارة، كده تسيبي عزت اللي بيحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالي انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زيادة عن اللزوم. أنا هسيبك تفكري، وأنا واثق إنك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي ال3 كلمات اللي أنا أحب أسمعهم. أنا تحت أمرك. عمري ما هقولهم تاني حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده اعملي اللي يعجبك، بس المشي هيبتدي من ساعة خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطنا تحت الحراسة تاني اذا كان ده يريحك، وتأكد اننا هنعيش. مفيش حد بيموت بالجوع. مش حراسة، لا، أنا هلعب الماتش ده بطريقة جديدة خالص. اعمل اللي يعجبك. الغاية حجته معاه. بقول لك يا خالتي ما تغديني احسن، ميعاد الشغل قرب وهتسوى حل. يا اخي استنى شويه، دايما فجعان كده. مش انا اللي فجعان يا جوز خالتي، ده عصافير ضربني. اكيد هي. يبقى ضمننا الاكل، ضمننا الاكل. وانا ممدوح عايز اقول لك حاجه، خلي الحمش اول ما تدخل القلمين ويشدها في شعرها على طول، وفهمها ان التاخير من غير سبب قله ادب. استاذ ممدوح موجود؟ ايوه انا منى اخت حنان. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه وبعدين عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصنع. انا خايفه عليك مني. عزت هوش مره وانتصر، انا متاكد انه مش هيقدر يعملها تاني. ثم ما تنسيش حاجه، انا واقف جنبيك. اي نعم لا قيمه ولا مركز بس بحبك. وشوفي بقى الدوح لما يحب، يا نهار اسود ومنيل. هترجع شغلك امتى؟ لا اطمني، وانا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول ايه؟ ولا يهمك، دول حمير، هم اللي خسرانين. طيب ايه رايك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟
كلام رجاله؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر. حد ينسى احلى ايام عمره؟ السنة ليها شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الأماكن اللي كنا فيها، وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيهم. لا، المرة دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، ايه يا ممدوح؟ ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابه والحقوا معاه. اعترف بايه بس يا سعاده البيه؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن ده قالوا معايا عقد ده 22 سنه عمره ما حصل فيه نقص. امال المره دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعاده البيه الجرد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره، وبعد كده قالوا لي ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه، وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني. قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمه التحقيق. خذوا. مظلوم والله. ممدوح بريء يا ابني بريء. انا متاكد هو انك بريء، اكيد في حاجه غلط، بكره تبان ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عز. ايه دخل عزت في كده؟ رفدوك من شغلك ولفقوا قضية لوالدك، ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار وعرضة انهم يستغنوا عنه. قضية والدي غلطة في حسابات المخزن، بكرة تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انت، انا هتمشى شويه وبعدين اوصل للمحامي. هو الترمال راح شبرا منين يا ولا؟ يا اخي قول انه ثواب. كتكنيل انت وهو وانت زي البغل، بغل انت وهو. الحقوني يا عالم، السراق، الجاكيتة، العصاية.
كلام. معقول حته واد زي ده مش عارفين تعملوا معاها حاجه؟ والعمليه التانيه عملتوا فيها ايه؟ بتتنفذ دلوقتي يا فندم. مش عايز اي غلط المره الجايه. اتفضل. حاضر. هنا السيد عبد الحميد يا فندم. هي دي؟ ايوه يا سعاده البيه. ربنا ينتقم منك يا مفتريه. في ايه يا حضره الظابط؟ يا خرابي كمان بتستعبطي؟ مش عارفه عملت ايه يا بيه؟ انت يا اخدتي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه والزب. انا عمري ما شفتها. يا لهوي يا لهوي وكمان بتكدبي. منك يا مجرمه. اسكتي انت خالص. اسكت ازاي يا سعاده البيه؟ اذا كانت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني. قالت تعالي معايا نزور واحده صاحبتي وهنمشي على طول. ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه. اتاريها يا سعاده البيه كانت بتبعني اللي في الشقه. والله ابدا انا عمري ما شفتها في حياتي. دي بتكذب. انت متهمه بالتحريض على الدعاره. مش ممكن. انا ما اعرفهاش. طب انت للواد اللي كان في الشقه. انا نزلت من البيت رحت الجامعه واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات. هتسالوا زمايلي. تعرف البت دي؟ ايه اللي عرفها؟ ما هي دي اللي جابت لي البلوه لحد البيت. جالك كلام يا سعاده البيه؟ حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته. دلوقتي عمرك ما تعرفيني ولا شفتيني؟ شاطره بس تصحيه من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه. هي دي بقى الهديه. شوفي يا بت، بدل التمثيل اللي بتمثليه ده اعترفي احسن وخلصيني. اعترف بايه؟ انا ما اعرفش حاجه. اعرفهم. بلاش نفوض. اختي بريئه وحضرتك والاساتذه عارفين قد ايه سمعتنا كويسه. ما تحاوليش يا بنتي تقنعيني ببراءتها لان القضيه مش في ايدي. انا عميد كليه وبس. وانا يعني اذا كنت بعتلك فده علشان تعرفي ان مستقبلها في خطر اذا القضيه ثبتت عليها. طبعا يعني في الحاله دي الكليه هتفصلها ومستقبلها هيضيع. صدقت بقى اننا مش قده. حنان لازم نفكر بهدوء. نفكر في ايه تاني؟ رفدوك من شغلك وانت مظلوم، ووالدك في السجن وهو مظلوم، واختي مستقبلها هيضيع وهي مظلومه. هو ده عزت اللي انت ما تعرفوش، وهو ده جبروت اللي ملوش حدود. ارحم نفسك طيب. ارحمني انت وسيبني في حالي، وكفايه اللي جرالك وجرالي. اللي جرالي مش مهم لاني بحبك. لسه هتتكلم تاني عن الحب؟ مش قلت لك ان خلاص ملوش وجود في حياتنا؟ الحب عمره ما يموت. المهم الصبر والامل. يا ريتك سمعت كلامي وصدقتني لما قلت لك ان طريقي غير طريقك. كنت وفرت عليا وعليك مشوار طويل ملوش نهايه. خير المرة دي إن شاء الله جاي تتكلم في الشبكة والمهر ولا في ميعاد الجواز؟ لا انا في الحقيقه لقيتك بتدور عليا وعمال بتبعت لي مراسيل واحد ورا التاني. قلت اجنب نفسي، خصوصا وانا كمان عايزك في موضوع عظيم. عظيم. ما كفايه كده. ها بس يا ابني في حالنا. يا ابني أنا طول عمري في حالي ما بتعرضش لحد أبدا. كل اللي بنقاسيه النهارده بسببك. يا أنا قوي للدرجة دي؟ ما كنتش أعرف. صدقني. صدقني انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اتداسوا بالرجلين. كلمة زيادة لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيدوم. فكر في يوم القيامة. قيامة؟ ده اليوم اللي هنقف فيه كلنا من غير كراسي ومن غير محاسيب. شو بقى، انا صايع قوي وما وريش اي حاجة، فبدل ما نط لك كل شوية واعمل لك قلق
تلينها والنبي. ها فوتك بعافيه يا عمي. الشاب ده اعصابه تعبانه جدا، خدوه عالجوه تكسبوا فيه ثواب. مساء الخير يا بنتي. اتفضل اتفضل. اتفضل اقعد. خير؟ سيادتك ما تعرفيش ممدوح راح فين؟ لا اصله ما جاش البيت من امبارح. ما جاش ليه؟ مش عارفين مش عارفين. يا ترى انت فين يا ابني؟ يا ترى انت فين يا ابني؟ ما تخافيش، ممدوح بخير، هيرجع لكم.